بيبدأ الفيلم بطفل يتيم اسمه أوليفر وبيكون في طريقه للملجأ اللي هيعيش فيه، ولما بيدخل الملجأ بيشوف المسؤولين عن المكان وبيعرفوا أوليفر إنه هنا عشان يتعلم حرفة أو صنعة، وإنه ولد يتيم، وبيكون واضح جدا على أوليفر الحزن والتأثر بكلامهم. وبيروح أوليفر لمكان الشغل وبيكون في أولاد كتير هناك، وبيقول له المسؤولين عنهم إنهم بيعملوا أحبال لسفينة الملك، وبيقول له يتعلم من الولد اللي جنبه. وبالليل في مكان النوم بيكون الأولاد جعانين جدا، وبيكون في ولد مش قادر ينام من الجوع ويفضل يمشي في الأوضة ويقول لزمايله إنه خايف ياكل الولد اللي نايم جنبه. وتاني يوم الصبح بيروح أوليفر مكان الأكل ويحط المسؤولين عنهم اكل قليل في الاطباق، وبيكون الاولاد جعانين جدا وبيخلصوا الوجبه بتاعتهم في وقت قليل جدا. وبيتفق الاولاد ان اللي هيسحب اقصر حبل هيقول للمسؤول عن الاكل انهم عايزين اكل زياده، وبيطلع اقصر حبل من نصيب اوليفر، وبيروح اوليفر عشان يقول للمسؤول انه عايز اكل زياده، فيضربه المسؤول بالعصايه ويجري وراه، وبيروح يقول للمسؤولين عن اللي عمله اوليفر، وبيكون المسؤولين بياكلوا وبيبان قدامهم اكل كتير جدا، وبيقرر واحد منهم انه يعاقب اوليفر، فبيعلقوا ورقه على الملجأ ان في طفل للتبني ب5 باوند، وبيشوف عامل مدخنه الورقه وبيكون محتاج طفل يساعده في تنظيف المداخن، وبيكون أوليفر واقف بيعيط، وبيلاحظ كده الشخص او القاضي اللي كان هيعمل العقد بين عامل المدخنه والملجأ، فيسأل القاضي أوليفر ماله، فيقول لأوليفر انه مش عايز يروح مع الراجل ده، فيرفض القاضي انه يعمل العقد ويرجعه تاني للملجأ. وبيقنع واحد من المسؤولين في الملجأ شخص اسمه سويبري شغال حنوتي انه ياخد أوليفر يساعده في شغله، وبياخد الشخص ده أوليفر ويوديه لمستر سويبري، وبيكون مستر سويبري شكله لطيف مع أوليفر، وبتكون زوجة سويبري جافة جدا معاه وتقول انه صغير جدا وهيكلفهم اكل وشرب كتير لغايه لما يكبر، وبتاخد أوليفر وتوديه للمطبخ وتخلي العامله تقدم له الاكل اللي باقي من الكلب، وبياكلوا أوليفر من شده الجوع، وبتجيب مرتبه وتحطها تحت ترابيزه، وبيكون ده مكان نوم أوليفر. وتاني يوم بيصحى أوليفر على صوت خبط على الباب من ابن مستر سوبري اللي بيعامل أوليفر وحش وبيضربه، وبيروح أوليفر المطبخ عشان يفطر، والعامله تقول له يقعد بعيد على جنب علشان ياكل ويخلص اكله بسرعه، ويفضل ابن سوبري يعايره انه يتيم او لقيط، ويروح أوليفر لشغله وبيفضل يشتغل معظم الوقت، وبتفضل زوجة سوبري تعامل أوليفر معامله جافه، وبيظهر ان سوبري زي اي راجل طبيعي بيخاف من مراته، وبيفضل ابن سوبري يشتم أوليفر ويتكلم عن امه بطريقه سيئه، فيفقد أوليفر اعصابه ويضربه. وبتيجي زوجة سوبري والعامله اللي عندهم وبيدخلوا أوليفر للاوضه الضلمه اللي بيحطوا فيها الفحم، وبيجي مسؤول الملجأ ومستر سوبري، وبيفتح سوبري لأوليفر ويقول أوليفر ان ابنه شتم امه، وبتزعق زوجة سوبري لزوجها وتخليه يضرب أوليفر المسكين بالعصايه. وتاني يوم بيهرب أوليفر من بيت سوبري وبيفضل ماشي مسافه كبيره على رجله، وبيكون رايح لمدينه لندن وبيكون فاضل عليها 70 ميل، ولما بيتعب بينام في القش وبيستخدم ميه المطر في الشرب وفي غسيل وشه. وبيوصل أوليفر لمزرعه فيخبط على باب البيت اللي هناك علشان يستأذن صحابها ان ياخد اكل منها، بس صاحب المزرعه بيعامله معامله وحشه جدا وبيهدد أوليفر ان هيسيب عليه الكلب، فيجري أوليفر ويهرب وهو خايف من الكلب، ويفضل أوليفر ماشي لغايه لما جزمته تتقطع خالص وبيكون مش قادر يمشي من التعب، فتشوفه ست عجوزه وتدخله بيتها وتسيبه يرتاح وتقدم اكل دافئ على الرغم انها فقيره، وبعد ما ينام ويستريح بيكمل أوليفر رحلته للندن، وبيوصل لندن اخيرا وبينام في الشارع من كتر التعب ورجله بتكون اتعورت جامد، وبيشوف ولد اسمه جاك ويبدا يتعرف على أوليفر، وبيخلي أوليفر يقوم يمشي معاه، وبيكون بيتكلم مع أوليفر وبيسلم عليه بايد، وبيسرق من الاكل اللي وراه بالايد التانيه، ويدي جاك أوليفر الاكل اللي سرقه، وبيعرف ان أوليفر ما عندوش بيت او فلوس، وبياخد جاك أوليفر ويوديه للمكان اللي عايش فيه، وبيكون في المكان ده اولاد يتامى ومشردين زي أوليفر، وبيرحب صاحب البيت اللي اسمه فايجن بأوليفر وبيعامله معامله كويسه وبيضحك له وبيقدم له اكل، ويكون الاولاد اللي في المكان ده مبسوطين وبيضحكوا. وبالليل لما بينام أوليفر بيكون فايجن مخبي المسروقات الغاليه تحت الارض، فيطلع فايجن الصندوق ويفتحه عشان يطمن على المسروقات، بس بيصحى أوليفر من النوم ويهدده فايجن عشان ما يقولش لحد مكان حاجته. وتاني يوم يفضل أوليفر في البيت يساعد فايجن في شغل البيت، وبتيجي الاولاد وبيدوا فايجن المسروقات اللي سرقوها طول اليوم، وبيخلي فايجن أوليفر يشيل الكلام والاسماء اللي على المناديل اللي سرقوها علشان يعرفوا يبيعوها مره تانية. وبالليل يبدا فايجن يعلم أوليفر ازاي يسرق الحاجه من غير ما حد يحس بيه، فيعمل نفسه شخص غني ويخلي حد من الاولاد يشغله والتاني يسرقه بكل سهوله من غير ما يحس. وبتيجي بنتين اسمهم بيت ونانسي وبنعرف انهم شغالين مع فايجن برضه، وبيعلموا أوليفر ازاي يلعب بالكوتشينه، وبيكون أوليفر عايز يخرج زي زمايله علشان يسرق، فيحط فايجن منديل في جيبه ويطلب من أوليفر يسرقه او ياخده من غير ما يحس، وبيقدر أوليفر انه ياخد المنديل من غير ما فايجن يحس، وبيقول له فايجن انه ذكي وبيتعلم بسرعه، وبيديله فلوس وجزمه بدل جزمته اللي باظت، وبينزل أوليفر مع زمايله السوق علشان يشتغل معاهم في السرقه، وبيشوف راجل غني واقف قدام محل كتب، وبيروح الولدين اللي مع أوليفر ويسرقوا منه المنديل، بس بيشوفهم صاحب محل الكتب ويقول للراجل صاحب المنديل، فيجري زمايل أوليفر ويهربوا وبيسيبوا أوليفر لوحده، وبيحاول أوليفر انه يهرب بس عربيه بحصان بتعطله، فيجروا الناس كلهم وراه، ويمسك الناس أوليفر وبيسلموا له الشرطه، وبيشوفوا زمايله وبيروحوا يقولوا لفايجن، وبيروح أوليفر والراجل اللي اتسرق للمحكمه، وبيكون القاضي متنرفز ومش عايز يسمع كلمه منهم كلهم، وبيكون أوليفر تعبان جدا وهيغمى عليه من التعب، وبيحكم القاضي على أوليفر ب3 شهور سجن، بس بيوصل صاحب المكتبه ويقول ان أوليفر مش هو السارق انما الولدين التانيين، فيلغي القاضي الحكم اللي حكمه على أوليفر، وبيزعق للراجل الغني اللي اتهم أوليفر بالغلط، وبياخد صاحب المكتبه والراجل اللي اتسرق منديله أوليفر المغمى عليه في عربيه، وبيكونوا متعاطفين جدا
معاه وصعبان عليهم. ونروح بعد كده الفايجن اللي بيكون بيزعل الاولاد وخايف ان اوليفر يبلغ عنهم، وبيجي شخص اسمه بيل وبيسال عن اللي حصل، فيحكي له فايجن عن اللي حصل، فيقترح انهم يبعتوا نانسي لاسم الشرطه علشان تعرف ايه اللي حصل لاوليفر. فتروح نانسي الاسم وتسال عن اوليفر وبتقول ان اوليفر يبقى اخوها الصغير، فيقول لها ان مستر برونلو خده معاه وبيديها كارت او بطاقه فيها العنوان بتاعه. وبيصحى اوليفر من النوم وبيلاقي نفسه في بيت نضيف وفخم، وبيكون في واحده ست نايمه على الكرسي جنبه، وبيقوم اوليفر من مكانه بس بيغمى عليه مره تانية. وبيكون مستر برونلو قاعد مع صاحبه، وبيقول مستر برونلو ان اوليفر شكله طيب وبريء، بس صاحبه بيقول له ان هيخدعه وهيغزله في اول فرصه. وبيبدا اوليفر في استعاده صحته وبيهتم بيه مستر برونلو وبيجيب له لبس جديد. وبيكون بيل ونانسي قاعدين قدام بيت برونلو وبيراقبوا البيت، وبيدي مستر برونلو اوليفر كتب وفلوس علشان يوصلها لصاحب المكتبه. وبيكون ده اختبار من برونلو لامانه اوليفر، وبيقول صاحب برونلو ان اوليفر هياخد الفلوس ومش هيرجع، انما برونلو بيكون واثق جدا في اوليفر ومتاكد انه هيرجع. ولما بيخرج اوليفر بتيجي نانسي وبتمثل قدام الناس ان اوليفر اخوها الصغير اللي كان هربان من اهله. وبيجي بيل ويقول ان امه المسكينه هتموت من القلق عليه، وبيقول اوليفر ان الناس دي كدابه وانهم مش اهله، بس محدش من الناس الواقفه بيصدقوا. وبياخدوا بيل ويرجعوا تاني لفايجن، وبيضحك الاولاد اللي مع فايجن على لبس اوليفر، وبياخدوا منه الفلوس اللي كان مديها له مستر برونلو. وبيقدر اوليفر انه يهرب منهم، وفايجن وباقي الاولاد بيجروا وراه. وبيكون بيل عايز يخلي الكلب يجري وراه اوليفر، بس نانسي بتمنعه لانها عارفه ان الكلب ده شرس جدا، ولو وصل لاوليفر هيفترسه وهيقتله. فيضرب بيل نانسي وتقع على الارض، وبيفضل اوليفر يجري من الاولاد، بس بيقدر فايجن انه يمسكه في النهايه. ولما بيرجع اوليفر بيزعق له فايجن ويضربه بالعصايه، بس نانسي بتدافع عن اوليفر. وبياخد الاولاد اللبس الجديد بتاع اوليفر وبيدوا له بداله لبس قديم متبهدل، وبيحبس فايجن اوليفر في اوضه لوحده. وبيكون اوليفر حزين جدا، وبتاخد نانسي اوليفر وبتوديه لبيل، وبياخدوا بيل وبيوديه عند شخص تاني اسمه توبي، وبيكون توبي حرامي بيوت، وبيكون هو وبيل واخدين اوليفر علشان يساعدهم في سرقه بيت مستر برونلو. ولما بيوصلوا عند البيت اوليفر بيفهم اللي عايزين يعملوه فيرفض ويفضل يتحايل عليهم، بس بيهددوه بالمسدس. وبيخلوا اوليفر يدخل من الشباك علشان يفتح لهم الباب من جوه. وبيصحى مستر برونلو وبيستنجد بيه اوليفر، فيضرب بيل اوليفر بالمسدس وبتيجي طلقه في دراعه، وبياخدوه ويهربوا، وبيبقوا عايزين يخلصوا من اوليفر. وبيقترح بيل انهم يرموه في النهر، بس عند النهر بيتزحلق بيل بسبب المطر والطين وبيقع في النهر. فياخد توبي اوليفر وبيرجعه تاني لفايجن، وبيحاول فايجن انه يعالج دراع اوليفر، وبيكون بيل لسه عايش بس نايم في سريره من البرد والتعب. وبيروح لفايجن وبيقول بيل انه لما يبقى كويس هيموت اوليفر. وبتكون نانسي موجوده في بيت بيل وبتحط له منوم في الدواء بتاعه، ولما بينام بتسرق منه فلوس وبتروح لبيت مستر برونلو وبتطلب من العامله انها تقابله، بس بيكون مش موجود. فتقول للعامله تبلغه ان اوليفر بريء، وتقول لها تخلي مستر برونلو يقابلها يوم الاحد الساعه 12 عند الجسر، ولو ما جاتش يجي الليله اللي بعدها، وهكذا لغايه لما يقابلوا بعض. وبنرجع تاني لاوليفر، وبيكون فايجن بياخد باله منه وبيعالجه، وبيشكر اوليفر على اهتمامه بيه وعلاجه ليه. ولما بتيجي الساعه 12 بتحاول نانسي انها تنزل علشان تقابل مستر برونلو، وبيكون فايجن وبيل قاعدين مع بعض، بس بيل بيمنع نانسي انها تنزل وبيضربها ويدخلها اوضه وبيقفل عليها الباب. وبيشك فايجن في نانسي، فيقول لجاك انه يراقب نانسي ويعرف هي بتعمل ايه وبتقابل مين ويقول له. وفي الليله اللي بعدها بتروح نانسي وتقابل مستر برونلو، وبتقول له ان اوليفر قاعد عند حد اسمه فايجن، وبتقول له كمان على مكانه. فيقول لها انه هيروح للشرطه يقول لها المعلومات دي. وبيكون جاك سمع كل اللي قالته نانسي لمستر برونلو، وبيروح جاك وبيقول لفايجن وبيل على اللي عملته نانسي، وبيلم الاولاد حاجتهم علشان يهربوا من بيت فايجن قبل ما الشرطه توصل له. وفايجن بيعمل كده برضه. وبعد ما بيمشي الاولاد بياخد فايجن المسروقات الثمينه بتاعته، وقبل ما يمشي بياخد اوليفر معاه. وبيروح بيل البيت وبيضرب نانسي بمنتهى القسوه. وتاني يوم بتروح نت لنانسي وبتلاحظ ان في دم، وبيكون بيل قتل نانسي. وبتكتب الجرايد ان فايجن خطف طفل اسمه اوليفر تويست، وان بيل ضرب شابه اسمها نانسي بقسوه لغايه لما ماتت. وبتكتب الجرايد ان بيل اللي قتل نانسي دايما معاه كلب ابيض. وبيكون فايجن وبيل مطلوبين من الشرطه، وبيقرر بيل انه يخلص من كلبه الابيض علشان دي العلامه المميزه اللي الشرطه عارفاه بيها. فيروح عند النهر وبيجيب حته حديده ضخمه ويربطها بحبل، ويبقى عايز يربط الكلب بيها ويحدفه في النهر، بس الكلب بيحس بالخطر وبيهاجم بيل وبيهرب منه. وبتلاقي الشرطه الكلب بتاع بيل، وبيروح بيل لبيت توبي اللي بيكون مستخبي فيه فايجن والاولاد. وبيكون الاولاد رافضين وجود بيل وسطهم، وبيسمعوا وهم قاعدين صوت نباح كلب بيل اللي بيكون ده للشرطه على مكان بيل. وبيحس جاك بالندم علشان هو سبب قتل نانسي، وبيفتح الشباك وبيقول للشرطه ان بيل هنا ويطلب منهم المساعده. وبتضرب الشرطه النار على بيل، فيقرر انه يخطف اوليفر علشان يقدر يهرب من الشرطه، ويهدد الشرطه انه هيقتل اوليفر ويفضل يتحرك على الاسطح من بيت لبيت. وبتكون الشرطه مش عارفه تتصرف لغايه لما يوصل لبيت بيكون بعيد عن البيت اللي جنبه، فيربط حبل في وسطه ويمسك اوليفر وينط من البيت للبيت اللي جنبه. ولما بيوصل للبيت التاني بيبدا يفك الحبل من عليه، بس بيوصل الكلب بتاعه الناحيه التانيه ويبدا ينبح عليه، فرجله تفلت وبيكون هيقع، وبيكون الحبل في رقبته لسه. فيشنق بيل نفسه بنفسه وبينال جزاؤه على جرايمه. وبيرجع اوليفر لمستر برونلو وبيكون مهتم بيه جدا، بس بيكون اوليفر حزين علشان عايز يشوف فايجن اللي كان بيرعاه. فياخده مستر برونلو وبيوديه يزور فايجن في السجن، وبيكون فايجن فقد عقله واتجنن، بس لما بيشوف اوليفر بيحضنه وبيقول له على مكان المسروقات الغاليه، وبيقول انها بقت بتاعته. وبيرجع اوليفر مع مستر برونلو في العربيه للبيت مره
مرة تانية. وبكده يكون فيلم النهاردة خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.